بكم في تاسكلش. لو عايز تتكلم زي النيتيف سبيكرز يبقى لازم تتعلم من الافلام، عشان كده عملنا لكم سلسلة موفي انجلش واللي فيها هناخد بارت من موفي ونحلله عشان نعرف ازاي نتكلم صح وبشكل ناتشورال. لو جاهز stick with me. Oh no! It's 7:30. We're late. Oh no، ما اسمهاش no، اسمها no 7:30. وهنا لما تكون الكلمة الأولى منتهية بنفس الحرف اللي بادئين بيه الكلمة التانية بننطقه مرة واحدة بس، يعني مش هنقول it's 7 no we say it's 7 it's 7:30. ليه قلنا 30 وما قلناش 30؟ لأن هنا التي بلس واي بعدها واي، فده نوع من الفلاب تي بننطقها كأنها فاست دي، فبنقول 30. We're late اتنطقت we're not we are. David, wake up! We overslept. What time is it? 7:30. Our flight is at 10. 10? Oh no! wake up we overslept. كلمة wake up اتنطقت وكأنها just a word، كلمة واحدة. طيب ليه؟ لأن الكلمة الأولى wake بتنتهي بconsonant sound، أوكي؟ وup تبتدي بvowel sound، فعملنا لهم link ونطقناهم وكأنهم just a word، فقلنا wake up not wake up. وما تنسوش إنها قالت slept not slept. what time اتنطقت وكأنها كلمة واحدة. what time is it Our flight is at 10. أول حاجة our اتنطقت وكأنها حرف ال R. Our flight. Number 2 is that ما قلناش is that. وآخر حاجة هنقول 10. في ناس كتير بتقولها 10. Okay, let's move. Anna, Peter, wake up! Time to go. أول حاجة هنا Peter اتنطقت بالفلاب تي، يعني ما قلناش Peter، لا قلنا Peter. أوكي، لأن التي between two vowel sound. بعدها بقى to go ما قلناش to go، لا قلنا to go. It's today. No 5 minutes today. طيب هنا عندنا كلمة today ما اتنطقتش today، يعني برضو ما نطقناش الأو اللي في to، فقلنا today زيها زي برضو كلمة tonight مش هنقول tonight. دلوقتي جرب تسمع تاني كده. Oh no! It's 7:30. We're late. David, wake up! We overslept. What time is it? 7:30. Our flight is at 10. 10? Oh no! Okay, let's move. Anna, Peter, wake up! Time to go. Mom, just 5 more minutes. No, 5 minutes today. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب لي ايه رأيك في الكومنتس. باي باي.